رجاء طلاب اسمع مني، اخوك الصغير اعتبرني انا مو كبير عمي، واسمع مني النصيحه. اقرا وقسم جدولك ولا تضيع وقتك، ترى هذا الوقت ثمين جدا. ولا تقول راح يحذفون، انت اقرا الماده كلها رياضيات، واني شبهت لك اياها ولعبت لك على وتر عاطفي، قلت لك هسه اني جيتك خلصت لك الماده كلها بدون حذوفات، وجيت قلت لك يابا ترى اخر فصلين انحذفت وانت قاري 6 فصول، شنو ردة فعلك؟ ردة فعلك يلا مو مشكله، بابتسامه راح تقول يلا شو فصلنا هاي بعد احسن، بس انت مبتسم لان مرتاح نفسيا. في حين انت خلصت 4 فصول وبعدين قالوا لك لا اكو فصل زايد بعد داخل، شنو وجهه نظرك؟ يلا مو مشكله حذفوا لنا فصل وبقوا لنا فصل، يلا خلي اقرا هذا هم الفصل، شو اسوي؟ شوف الفرق لو ما تشوف الفرق. تعال رتب جدول وتعال اقرا من جديد. طبعا هاي انت راح تقرا رياضيات وتارك لي شويه من الفيزياء وتارك لي شويه من الكيمياء وتارك لي شويه من الاحياء، وشوف ايش قد راح يلتم عليك. وطبعا الاسلاميه عايفه انت اكيد يعني. منطقي هذا الكلام؟ مو منطقي. نبرتي بيها نوع من الحديه، بس يعني مو شغله انه انا اتحمل شغله يجي طالب يحكي لي شغله غلط، زين انا شلون اعوفه؟ انا قمت اخر شيء رسائل ما افتحها، قلت هاي اصور مقطع اشرح له بيه النظريه اللي اني ببالي، انه انت لا تترك شيء، واوصيك بالمواد الداخليه واوصيك بدراسه الاسلاميه ولو نص ساعه باليوم. انت تخيل الاسلاميه لو تقراها نص ساعه باليوم، يعني انت راح تقرا 15 ساعه بالشهر، راح تحسب هاي ال 15 ساعه؟ تعرف 15 ساعه شو تخلص فيها؟ شوف انت اقعد احسب لي الورقه الواحده ساعه، الورقه الواحده يعني انت 15 صفحه راح تخلص بالشهر، 15 صفحه يعني 20% من التربيه الاسلاميه او الادب، حتى لا يقولون ليش مركز على جزئيه التربيه الاسلاميه.